شدة بني أيوب أو الشدة الأيوبية كانت فترة مرعبة ودموية في تاريخ مصر. كان ممكن ببساطة يختفي أي فرد من عيلتك واستحالة تلاقيه تاني، لأنه تحول لوجبة لناس تانية مش لاقية حاجة تاكلها. الشدة الأيوبية كانت كارثة حقيقية، حولت الناس لأكلي لحوم البشر. والأحداث اللي هحكيها لك دلوقتي مش خيال علمي، دي أحداث وثقها ناس عاشوها لحظة بلحظة، ولو ما كانوش سجلوها استحالة كنا نصدق إن هي حصلت فعلا. سنة 1193 ميلاديا، وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي، ابتدى الصراع على الحكم بين أهله، وده خلاهم يهملوا إدارة البلد، وكان كل تركيزهم على كرسي الحكم، لحد ما وصلوا الملك العادل سيف الدين أحمد أخو صلاح الدين الأيوبي، اللي عاشت مصر تحت حكمه أسوأ فترة في تاريخها. لأن بسبب إهمالهم لإدارة البلد الوضع كان سيء جدا، ومرور الوقت كان بيزيد سوء، والفساد انتشر وبقى صعب السيطرة عليه. بسبب ده اتفرض ضرائب عالية على الشعب، والأسعار غليت جدا، غير الرشاوي والواسطة والمحسوبية، واللي بسببهم كان ممكن أي حد يوصل للمناصب العالية في الدولة. ومن هنا ظهر الخلل في الحياة الاجتماعية، وظهرت معاها اللعنة. لأن في سنة 1199 حصل جفاف مفاجئ للنيل، والمية اللي كانت موجودة لا ينفع تشرب منها ولا تزرع بيها أرض. وده مع الضرايب العالية المفروضة على الفلاحين خلاهم يسيبوا أراضيهم وبيوتهم ويروحوا القاهرة، يمكن يلاقوا هناك فرصة أحسن. لكن اللي حصل ده كان تأثيره سلبي جدا، لأن الفلاحين لما هاجروا أرضيهم الإنتاج قل، والأكل غلي جدا ومبقاش موجود، والبضايع المتخزنة بقت بتتباع بأكتر من 5 أضعاف سعرها الأصلي. مبقاش في فرق بين سكان القاهرة والأقاليم. هنا اتقسم الناس لفريقين، فريق عارف يحافظ على الجزء الأدمي اللي جواه، وفريق تاني هحكي لك عنه دلوقتي. المؤرخ المقريزي بيوصف الأحداث في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة، وبيقول: وفي سلطة العادل الأيوبي سنة 596 هجريا، الناس كانت بتاكل الأطفال بسبب الجوع، ووصل الحال بيهم إنهم كلوا ولادهم، وكان الجار يروح لجاره ما يرجعش. ومع انتشار الموضوع قررت الحكومة تعاقب مرتكبين الجريمة دي بالحرق، كانوا فاكرين إنهم كده هيقللوا منها. لكن تخيل بعد شهرين بس اتحرقت أكتر من 30 أم بعد إثبات التهمة عليهم. والمفاجأة إن بعدها بشوية بقى في سوق لبيع لحم الأطفال، ناس بقت تاكل لحوم البشر عادي، واللي كان بيختفي ما كانش حد بيسأل عليه لأن مصيره خلاص معروف. وبمرور الأيام ظهرت مهنة جديدة اسمها الصيادين، والصيادين دول كانوا بيحطوا حاجات شبه الشبك ما تتشافش للي هيعدي من عليها، وبمجرد ما بيدوس عليها يقع في الفخ وبياخدوا الصيادين، ومصيره بيكون في سوق اللحم. لما الحكومة كشفتهم لقيت في مخبأ واحد أكتر من 400 جمجمة. من ضمن الحكايات الغريبة اللي حصلت واللي صعب أي حد يصدقها، إن كان في واحدة قاعدة بابنها الرضيع قدام بيتها، فجت واحدة خطفته منها وكلته حي قدامها. وحكايات تانية كتير بتحكي قصص مشابهة صعب عقلك يستوعبها. بعدها الأمراض انتشرت والناس ظهرت عليها أعراض غريبة، والعالم بقى غريب بشكل مرعب. الوفيات كترت وعدد الناس قل بشكل ملحوظ، واللي كان بيموت كان بيتاكل. والقرية اللي كان فيها آلاف بقى فيها عدد أفراد يتعدوا على الصوابع. والقاهرة اتحولت لمدينة أموات، الشوارع والبيوت فاضية، والفساد وسرقة بيوت الأموات بقى شيء عادي. وفي سنة 597 هجريا، والطبيب المؤرخ عبد اللطيف بن يوسف البغدادي زار مصر وشاف بعينه ووثق كل حاجة، وقال إن الجثث كانت حواليه في كل مكان. برغم صعوبة المنظر إلا إنه استفاد جدا من الأزمة دي، لأنه قدر يدرس الجسم البشري بشكل دقيق وصح أخطاء كانت في علم التشريح للطبيب الإغريقي جالينوس. ولمدة 3 سنين الحياة كانت عبارة عن فيلم رعب، لأن البشر اتحولوا لوحوش وبعضهم رجع النيل لطبيعته، لكن للأسف مفيش ناس. وهنا ما كانش في حل غير إن جنود العادل هم اللي يزرعوا الأراضي بنفسهم. وعدت الأيام ورجعت الحياة لطبيعتها، واتدفنت حكاية الشدة مع أصحابها، لكن عاشت على الورق في كتب المؤرخين. هي شبه الأساطير، يمكن أنا وإنت منقدرش نصدقها رغم حقيقتها، لكن تخيل لو كنت هناك مصيرك هيبقى فين؟